طبعا اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا اخواتي النهارده كالعاده رجعت لكم بشرح جديد. النهارده رجاله جايب لكم شرح يمكن ما يكونش نزل على اليوتيوب كتير وكده. النهارده اعلمك ازاي تنقل الفلاتر من برنامج لايت روم لفي ان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ممكن تستخدم فلاتر لايت روم كلها على فيديو ليك، من يعني اي فيديو ليك عايز تضيف عليه فلتر من برنامج لايت روم هينفع، بس لازم تستخدم برنامج في ان. ازاي بقى؟ تعرف معايا الفيديو النهارده. بس كل اللي انا عايزه منك، عايزك تشترك في القناة، ولو انت اول مرة تتابعني عايزك تعمل لايك للفيديو والتعليق بتاعك الجميل. بجد يا رجاله انا بشكر كل اخواتي على التعليقات اللي هم بيجولي، يعني بجد تعليقاتكم فوق دماغي. عشان ما نطولش في المقدمة وكده يا رجاله، اتأكد ان انت عملت لايك واشتركت في القناة ونتابع مع بعض الشرح. طبعا رجاله لازم تحتاج الموقع ده والموقع ده، دول اللي هنستخدمهم عشان نحول الصورة اللي هي فلتر من برنامج لايت روم الى فلتر لبرنامج في ان. طيب ازاي الكلام ده؟ ادخل على الموقع ده. تمام، الموقع ده هيكون لينك في الوصف. هتضغط على كلمة داونلود بي ان جي، هينزل معاك صورة على التليفون، صورة بالشكل ده كده رجالة. بص، هينزل معاك صورة زي دي كده بالظبط اهي، الصورة اللي فيها الوان كتير دي. هتجيب الفلتر تمام اللي انت عايز تحطه بقى على الفيديو، وليكن مثلا انا هختار اي فلتر من دول كده، وليكن الفلتر ده. طبعا ده فلتر بتاع الصورة يا رجالة. تمام، انت كده هنضيفه على الفيديو. كل اللي عليك بعد ما تعمل كده هتحفظ الصورة. بعد ما تحفظ الصورة عادي جدا هندخل على الموقع التاني اللي هو معانا ده، هيكون اللينك بتاعه في الوصف برضو. وهتيجي نازل تحت كده رجالة لحد كلمة جي بي جي تو بي ان جي اهي يا رجالة، اللي انا معلم لك عليها دي. وبعدين هترفع الصورة اللي احنا عملناها دلوقتي عشان نحولها لبي ان جي اهي. وبعدين هتضغط على كلمة ستارت، هتلاقيه كده بيعمل الصورة زي ما انت شايف اهو. هتنزلها على التليفون، تعمل لها داونلود، تضغط على كلمة تنزيل زي ما انت شايف كده رجالة، هتلاقيها نزلت على التليفون عندك. طيب وبعدين اعمل ايه؟ هنرجع تاني للموقع اللي احنا دخلنا عليه في الاول، وبعدين هتضغط على تاني واحدة اللي هي تحميل بي ان جي، وهتختار الصورة اللي انت حولتها لبي ان جي اللي هي الصورة دي اخر واحدة معانا. وبعدين تضغط على كلمة تم، وبعدين هتضغط على علامة الترس اللي تحت دي. تمام، اللي هو تحميل كده بتحمل الصورة يا رجالة. تضغط عليها، تضغط تاني كده يا رجالة عشان نغير الاسم بتاعها. هتكتب هنا مثلا اسم الفلتر، فلتر الاورانج مثلا، وتضغط على كلمة تنزيل. كده الفلتر نزل معاك، وكده تقدر تضيفه لبرنامج في ان. ازاي بقى اضيفه؟ تخش على برنامج في ان. تمام، هنجيب اي فيديو مثلا اجرب عليه يا رجاله، اجيب فيديو اجرب عليه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا رجاله انا ضفت فيديو عشان نجرب عليه الفلتر اللي احنا لسه عاملينه. كل اللي عليك كده تدخل على خانه الفلاتر هنا، وبعدين تضغط على كلمه زائد، وبعدين تضغط على كلمه زائد دي، واول واحده اللي هي فايل مانجر. وبعدين هتخش على مدير الملفات اللي هو بتاعك في التليفون، وتبحث تخش على التحميلات طبعا عشان هو نزل في التحميلات. تمام، وهتكتب هنا اسم الفلتر، انا سميته مثلا فلتر اورانج. تمام، هتيجي نازل تحت كده رجاله زي ما انتم شايفين الفلتر الاورانج اتحفظ معانا اهو. كل اللي عليك هتضغط عليه كده على الملف، وتضغط على كلمه تحديد. هتلاقي الفلتر اتضاف معاك زي ما انت شايف كده اهو. بعد ما اتضاف معاك هنا رجاله هتطلع واحده وتخش هتلاقي الفلتر بقى اسمه فلتر الاورانج يا رجاله. تمام، بس انت بقى تقدر تظبط فيه تقلله، وتقدر تضيف فلاتر تانية تمشي مع الفيديو، فاهمني؟ بس هي دي الطريقه اللي بتضيف بيها الفلاتر من لايت روم لبرنامج في ان. تقدر تعمل اي فلتر بقى زي ما انا عملت كده في الشرح. كده اخواتي كنا وصلنا لغايه شرحنا النهارده. يا ريت بقى لو الشرح عجبك متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.